خير هارون. بداية أريد أن أعزي كل أهالي الضحايا بهذا المصاب الجلل والشفاء العاجل لكل المتضررين. إذا نمر إلى الأخبار الاقتصادية والبداية بالقطاع الفلاحي، حيث تراجع إنتاج الجزائر من الحبوب بعدما سلط الضوء من جديد على ما يعادل على 30 مليون هكتار غير مستغلة من الأراضي الزراعية، ما قد يضع سلة غذاء الجزائريين في خطر في ظل تقلص مداخيل الخزينة العمومية. سلف دعماش والتفاصيل. في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة استيراد المواد الفلاحية 11.6 مليار دولار السنة الماضية، ومع تراجع إنتاج الجزائر من الحبوب، سلط الضوء من جديد على ما يعادل 30 مليون هكتار غير مستغلة من الأراضي الزراعية في الجزائر، خاصة في ظل نقص ثقافة تكتلات الأراضي الفلاحية التي من شأنها خلق مردودية أكثر. و70% من هذه المزارع عندهم مساحات صغيرة صحيح، ولكن لازم يتنظموا بيناتهم الفلاحين، لانه بالنسبه للبلدان الاخرى يعني كيفاش يكون يعني ريغروبمون تاع مزارع ويكونوا مزرعه اكبر تكون لها امكانيات اكبر. الجزائر التي تهدر ملايير الدولارات في فاتوره الاستيراد بامكانها قلب المعادله عبر اقرار سياسات ناجعه. اذا كان اليوم باغي نركبيريو نجيبوا هذه الاراضي هذه للزراعه، ما لازمش نخرجوا في يعني الكونتكست تاعها الفا سيريال صافي دير نعوضوا هذه الاراضي بالعلف، والعلف اللي يقدر غدوه، باسكو العلف لازم نفكروا في الاعلاف اللي يغذيوا الارض. فشل كل السياسات المنتهجة للنهوض بالقطاع الفلاحي من شأنها أن تضع سلة غذاء الجزائريين في خطر، خاصة في ظل تقلص مداخيل الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار البترول.